طالما احنا في مطروح يبقى كان لازم نجيب زيت زيتون، وطالما زيت زيتون يبقى اكيد كان لازم نزور معصره فيرجينيا لزيت الزيتون. يلا نشوف منتجاتهم ونشوف بيقدموا ايه تاني. يلا بينا. ومعانا استاذ عبد الله دلوقتي هياخدنا جوله تعريفيه كده عن المنتجات اللي بتقدمها فيرجينيا. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا. يلا بينا بقى نشوف. يلا بينا على التذوق الاول. هناكل الاول يعني. ناكل الاول. يلا بينا. قلت لك بلاش. لكن قلت لك بلاش. ده زيت زيتون، تمام، بدايه الزعتر تحفه. عندنا هنا زيت الزيتون، ده بكر ممتاز، ده نسبه الحموضه بتاعته 0.8، ده عامل 550. ده عادي نحطه على النار وينفع للمأكولات البارده، جبنه قريش، نعمل بيه حاجه على النار، مش ليه اي اضرار خالص. حلو قوي. ده اطفى اولى. تمام. عاملين منه عبوه معدن، ده معمول بمواد معينه ما تتفاعلش مع الزيت. حلو قوي. تمام. ده بالنسبه للعبوه. العبوه في بقى النص ده عامل 280، نفس ماتيريال الزيت بالظبط، نسبه الحموضه بتاعته 0.8، وينفع تحطه على النار، ممكن تحطه على الجبنه القريش، على اي حاجه. وعاملين برده منه العبوه الاقل، ده الربع، ده عامل 145. حلو قوي. تمام. الزعتر دي بقى حط على البطاطس، على الفراخ، الجبنه القريش مع شويه زيت زيتون. دي طبعا دبس التمر مع الطحينه. دبس تمر مع الطحينه؟ لازم نجربها الاول. دبس تمر مع الطحينه، انا اول مره، انا افتكرته عسل بطحينه بصراحه. حاجه خرافيه 100%. لو حد عنده السكر عادي خالص، ملوش اي اضرار. حلو قوي ومش مسكر. تحس اللي هو عسل بطحينه بس مش مسكر. تمام. صح كده؟ ده بقى اللي بيميزنا. مظبوط. ده بقى اللي بيميزنا، ان الدبس التمر ده لو حد عنده السكر عادي خالص ياكله، لان هو اساسا ما فيهوش نسبه السكر عاليه قوي. فده عادي المريض السكر عادي ياكل منه. ده بديل للعسل الاسود. تمام. ده طبيعي 100%. ممكن والطحينه بقى؟ الطحينه لا يعلى عليها طبعا، دي معروفه، دي سمسم خام 100% بدون اي اضافه. دي 700 جرام عامله 160. 700 جرام عامله 160 جنيه. 160 سمسم خام 100%. حلو قوي. طعمها تحفه. دي بقى صابونه الفحم، دي بتقلل نسبه الدهون، حب الشباب والهالات السوداء. الحجم الخليه عامل 70 جنيه، والحجم العادي عامل 60 جنيه. صابونه الجوز الهند دي ترطيب وتفتيح وبتدي نضاره للبشره. دي برضو الحجم العادي عامل 60، والحجم الخليه عامل 70. دي للبشره الجافه والبشره المختلطه. دي بتستخدم للنمش والكلف والتصبغات وحروق الشمس. حلو. دي منها برضو حجمين، حجم عادي وحجم خليه. ده لون العسل الغامق، وده لون العسل الفاتح. لون العسل الغامق ده العسل البرسيم. والعسل الفاتح ده اللي هو الايه، عسل موالح. تمام. دي بقى صابونه لبان ذكر. صابونه اللبان الذكر ده بينشط الكولاجين. تمام. ترطيب وبيدعم خلايا الجلد الميت. ده طبعا معمول من لبان ذكر خام 100%. صابونه الزيت الزيتون والغار، دي بقى معموله بزيت زيتون خام وزيت غار اللي هو الزيت الورق اللوري، وزيت قطن وزيت نخيل. دي بنستخدمها للشعر وبنستخدمها كمان للجسم. دي بديل للشامبو. دي بقى دهة الزعتر اللي احنا دقناها. لا دي تحفه، دي طعمها حلو قوي. ده ربع كيلو عامل 35. ده تمر سيوي ب 55 جنيه، صح كده؟ ده التمر السيوي عليه عسل وعليه سمسم. ده الجزء التجميلي. ده زيت زيتون بالقرنفل للشعر، يعمل ازاله القشره، بيقوي البصيلات بتاعه الشعر. زيت حبه البركه ده عامل 55، بيحافظ على سعه فروه الشعر، بيقوي البصيلات، تغذيه. زيت اللوز الحلو، ده ممكن نضيف ليه زيت الافوكادو او زيت الجوز الهند، ده عامل 75، ده بيديله لمعان وترطيب وبيقوي الشعر. زيت الجوز الهند ده بيستخدم ترطيب للشعر، وبيستخدم كمان ممكن ناخد منه معلقه لغير الريق، تقلصات المعده وجرثومه المعده. ده الثمن عامل 60 والربع عامل 120. قول لنا بقى يا مدير كده اصناف الزيتون المتاحه باسعارها. ده الزيتون دولسي. تمام. ده 600 جرام عامل 45. الكيلو منه عامل 75. ده كيلو خام 100%. لما بنوزن الزيتون، مش بنبيع للزبون البرطمان ولا الميه. تمام. دي حاجه حلوه. ده بقى البيكو الاسباني، دي زيتونه محترمه يعني لا يعلى عليها. زيتونه ملحمه ممتازه، كل الزيتون ده متخلل طبيعي 100%. ده عامل 105. اما الزيتون التفاحي، دي الزيتونه برده ممتازه ملحمه. حضرتك لما بتاكلها ما تعملش حرقان كده يمة الصدر، لانها مش متخلله بصودا كاويه ولا الكلام ده خالص، كلها متخلله مواد طبيعيه. ده عامل 105 كيلو برده. وبس كده، دي كانت نهايه زيارتنا لمعصره فيرجينيا. انتظرونا في كل فيديوهات مرسى مطروح، ما تنساش تعمل لايك ومتابعه، وانتظروا كل جديد. سلام.